احنا دايما بنحب نهايات هوليوود. بنحب نقرا ان الضحيه كبرت، اتعافت، سامحت او حتى انتقمت. بس بين المكسورين ما فيهاش الكتالوج ده. الروايه بتطرح سؤال صادم: هو لازم كل مكسور يتصلح؟ الكاتبه بتقدم لنا واقع فج. في ناس بتتكسر بس ما بتتصلحش تاني. خليان اتكسر، والاخت اللي بتحكي القصه برضه انكسرت لانها عاشت بعقده الذنب. ذنب انها ما قدرتش تحمي اخوها، وذنب انها كانت بتحاول تنجو بنفسها. العنف الأسري اللي الرواية بتناقشه مش بس بيشوه الضحية، ده كمان بيخلق نسوخ جديدة. انت كقارئ بتلاقي نفسك واقف في النص مش قادر تحكم. هل بتتعاطف مع خليان اللي استسلم للصمت، ولا بتلوم الأخت اللي سكتت عشان تعيش؟ رواية بين المكسورين أو انتر لوس مش رواية بتتقرأ عشان تستمتع، رواية بتتقرأ عشان تفهم ازاي التشوهات النفسية توارث وبتعيش معانا. الترجمة كانت ممتازة ونقلت الإحساس بالخنقة واليأس اللي الكاتبة كانت قصدها. لو انت بتدور على قصة تلهمك وتديك طاقة إيجابية، الكتاب ده مش ليك. لكن لو انت عندك الشجاعة الكافية ان انت تبص في المراية وتشوف الجانب المظلم من العلاقات الأسرية، فالرواية دي هتسيب فيك أثر مش هيروح بسهولة.